طب دلوقتي بعد عودة إمام عاشور من الإصابة، لما ينزل يلعب هيلعب بقى فين؟ يعني احنا شفنا إن زيزو أدى مكانه بطريقة حلوة أوي، فهل بقى دلوقتي لما إمام عاشور يرجع هو برضه هيلعب بنفس الخطة 4-3-3 ويرجع تاني زيزو على الأطراف؟ طب ما احنا شفنا إن زيزو خطورته في العمق أحسن من الأطراف بكتير. يعني انا شايف دلوقتي من وجهة نظري ان هو لازم يلعب بطريقه مختلفه، لازم يلعب بخطه علشان يلعب امام وزيزو مع بعض في نص الملعب، وطبعا ما ينفعش يطلع بن رمضان، فانت لازم تلعب باربعه في نص الملعب، ما تلعبش بثلاثه في نص الملعب. اللي هي ازاي بقى يوظفهم ازاي؟ تعال اقول لك يا صديقي. دلوقتي بقى هو لو لعب بالطريقه دي 3-4-3، بما ان ياسر ابراهيم هيغيب شهر فهو ممكن يلعب باشرف داري وياسين مرعي، وفي اليمين يلعب كريم فؤاد بما ان هاني هيغيب الماتش الجاي. نيجي بقى نص الملعب اللي هو عليه مشاكل جامده من وجهه نظري، اللي هو المفروض اي حد يشوفها، مش عارف ليه هو ما بيشوفهاش، انه يبدا بديانج وبن رمضان ويلعب بقى هنا بامام في الشمال ويلعب بزيزو في اليمين. كده يبقى انت مسكت نص ملعب كده كده ديانج بيغطي وامام بيغطي، فانت الحته اللي ورا دي هتلاقي ان في برضه اللعيبه اللي في نص الملعب بيغطوا لورا، طبعا بن شرقي في الشمال وتريزيجيه في اليمين، وقدام بقى مش فارقه بالنسبه لنا جراديشار او محمد شريف. انت بقى رايك يا صديقي؟ اكتب لي في الكومنتات لو انت شايف ان في مركز ممكن يتغير. سلام.